إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار. بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والذي نستعرض فيه اليوم تقريرا أوردته وكالة الأناضول التركية بخصوص المقترح الأمريكي بإيجاد مقعدين دائمين لإفريقيا في مجلس الأمن الدولي. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. الإمارات تتهم الجيش السوداني بقصف مقر سفيرها في الخرطوم، والجيش ينفي الاتهامات. تركيا تقول إنها ستواصل مساعيها لحل الخلاف الصومالي الأثيوبي. وسفينة تجارية تتعرض لاستهداف بطائرة مسيرة في البحر الأحمر. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الاعتداء على مقر سفيرها في العاصمة السودانية الخرطوم، متهمة الجيش السوداني بقصفه. وقالت الخارجية الإماراتية في بيان مساء الأحد إن أبو ظبي أدانت بشدة الاعتداء الغاشم الذي استهدف مقر رئيس بعثة الدولة في الخرطوم من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني. وأضافت أن هذا الاستهداف أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المباني، داعية الجيش السوداني إلى تحمل المسؤولية كاملة عن هذا العمل. وأكدت أنها ستقدم مذكرة احتجاج إلى كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. كما أدانت دول خليجية وعربية أخرى قصف مقر السفير الإماراتي بالخرطوم، مؤكدة أن الاعتداءات على المقار الدبلوماسية والبعثات الدولية ينافي المواثيق والمعاهدات الدولية التي ينبغي على أطراف النزاع احترامها. من جهته نفى الجيش السوداني اتهامات دولة الإمارات العربية المتحدة له بقصف مقر سفيرها بالعاصمة الخرطوم. وقال الجيش السوداني في بيان إنه لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية، ولا يتخذها قواعد عسكرية ولا ينهب محتوياتها. وأضاف بيان الجيش السوداني أن من يقوم بتلك الأفعال المشينة والجبانة هي ميليشيات الدقل الإرهابية التي تدعمها لارتكاب تلك الأفعال دول معلومة، وتستمر في ارتكابها على مرأى ومسمع من الدول والمنظمات الدولية حسب تعبير البيان. وأكد البيان أن القوات المسلحة السودانية لا تقوم بهذه الأعمال الجبانة ولا تخالف القانون الدولي، وإنما تستهدف أماكن وجود هذه الميليشيات، وهذا حقها في الدفاع عن كيان الدولة السودانية. يأتي ذلك في وقت اشتدت فيه ضراوة المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم، عقب شن الجيش السوداني هجمات واسعة النطاق على قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم. وأظهرت المعارك تقدما ملحوظا للجيش السوداني في محوري الخرطوم والخرطوم بحري بعد عبورها لجسور الحلفاية والفتحاب والنيل الأبيض وفق تصريحات الجيش السوداني. بينما نفت قوات الدعم السريع ذلك وقالت إن قواتها كبدت الجيش السوداني خسائر في الأرواح والعتاد. وفي ذات الصعيد أيضا أعلن محمد المختار النور المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع والناطق باسم وفد التفاوض في جنيف ووقف التفاوض مع الجيش السوداني والمتحالفين معه، مؤكدا على أن الحسم العسكري أصبح هو الخيار الوحيد حاليا، مضيفا بأن قوات الدعم السريع ستشن حربا شاملة للقضاء على الجيش والمتحالفين معه حسب تعبيره. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كلا من وزير خارجية الصومال أحمد فقي معلم
ووزير خارجية أثيوبيا تاي أسقسلاسي على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وذكرت الخارجية التركية في بيان أن الوزير هاكان التقى وزيري خارجية الصومال وأثيوبيا بشكل منفصل. وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار مواصلة الخارجية التركية البحث عن حل متوازن وقابل للتطبيق ومفيد للجانبين لإنهاء التوتر بين البلدين على أساس محادثات أنقرة وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية. هذا وتتوسط تركيا التي تمتلك في الصومال أكبر قاعدة عسكرية خارج أراضيها بين الصومال وأثيوبيا لحل التوتر القائم بينهما. وقد استضافت أنقرة جولتين من المباحثات الصومالية الأثيوبية، وكان من المفترض أن تستضيف مباحثات الجولة الثالثة في سبتمبر الماضي، والتي تم تأجيلها بسبب تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية دعم مصر للصومال بالأسلحة والعتاد العسكري. وفي الأزمة الصومالية الأثيوبية أيضا قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء لقائه بعدد من الإعلاميين والمسؤولين المصريين عقب تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة المصرية إن بلاده لا تدعم الصومال من أجل أثيوبيا بعد فشل السبل التفاوضية في أزمة سد النهضة، موضحا أن دعم مصر للصومال نتيجة أنه بلد عربي يعيش أكثر من 30 عاما في الصراعات. تعرضت سفينة تجارية في البحر الأحمر إلى إصابة بطائرة مسيرة أمس الثلاثاء. وقالت وكالة UKMTO التي تديرها القوات البحرية البريطانية بأن السفينة أصيبت بضربة من طائرة مسيرة أحدثت ثقبا في إحدى الصابورات. وأضافت الوكالة بأن السفينة نفسها كانت قد تعرضت في وقت سابق لتهديدات أثناء إبحارها على بعد 64 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة في اليمن. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. وكانت إسرائيل قد شنت الأحد الماضي غارات جوية واسعة النطاق على أهداف عسكرية للحوثيين في منطقتي رأس عيسى والحديدة في اليمن. ومنذ نوفمبر الماضي تشن جماعة الحوثي هجمات بالصواريخ وبالطائرات المسيرة على سفن شحن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب تملكها إسرائيل أو لها علاقة بالكيان الإسرائيلي، في إطار ما تقول عنه الجماعة إنه انتصار لمظلومية الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما نوهنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي تقريرا عن المقترح الأمريكي لإيجاد مقعدين دائمين لإفريقيا في مجلس الأمن، وطبيعة هذين المقعدين والدول التي يمكن أن يقع عليها خيار شغلهما في حالة جدية المقترح، وذلك ضمن حلقة إفريقيا في الإعلام العربي لهذا الأسبوع. نرجو لكم طيب المتابعة. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إفريقيا في الإعلام العربي، والذي نتناول فيه اليوم المقترح الأمريكي لإيجاد مقعدين دائمين للقارة الإفريقية في مجلس الأمن، والذي يأتي في ظل الرفض والامتعاض لكثير من الدول التي لم يرق لها آلية السير المنظمة الدولية نظرا لهيمنة الدول العظمى على مجلس الأمن الدولي ووأد قراراته التي لا تتوافق مع رغبات تلك الدول المتنفذة عليه لاستخدامها حق النقض الفيتو الذي تسبب في تعطيل معظم قراراته، وذهبت أدراج الرياح لمجرد التلويح بإصبع الرفض لدولة واحدة من تلك الدول المهيمنة على القرارات. هذا الأمر أصبح غير مستساغ لدى الكثير من دول العالم الأخرى التي تنشد الديمقراطية وتسعى إلى التوازن الدولي والإقليمي، وكذلك ما يعرف بدول عدم الانحياز، وطالبت منذ عقود بإصلاح الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها ومراجعة آلياتها وعملها، لا سيما مجلس الأمن الدولي الذي يمثل النقطة المحورية لتلك الدعوات الإصلاحية، خصوصا فيما يتعلق بعضويته وصلاحياته. وتركزت العديد من هذه الدعوات التي أطلقت بشكل مستمر منذ ستينات القرن الماضي بإصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر ديمقراطية وتمثيلا لدول العالم وأكثر تعبيرا عن موازين القوى الدولية، إذ أن مجلس الأمن الدولي يعد الذراع الأقوى للأمم المتحدة
والأداة الأبرز لهيمنة القوى العظمى في العالم لفرض إرادتها ورغباتها على دول العالم الثالث. لذا فإن كل الدعوات المطالبة بالإصلاح كانت ولا تزال تتمحور في توسيع عضوية مجلس الأمن بشكل عادل ومناسب. فالمجلس يشهد غيابا للقارة الإفريقية بالإضافة إلى أمريكا الجنوبية في الوقت الذي حضرت فيه القارة الآسيوية بقدر لا يتناسب مع حجمها السكاني مقارنة ببقية دول العالم. وقد شملت تلك المطالب المتكررة أيضا إعادة هيكلة الأمم المتحدة وإصلاح أماناتها. ومع تلك الدعوات المتكررة بالإضافة إلى الأدوار التي لعبتها القارة الإفريقية لصالح القضايا العادلة ومعارضتها لسلوك الولايات المتحدة في انحيازها إلى جانب إسرائيل، خصوصا بعد الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل دون أي مواربة، بالإضافة إلى التقارب الإفريقي الصيني الروسي، جاء إعلان المقترح الأمريكي بإيجاد مقعدين دائمين لإفريقيا لدغدغة المشاعر ولتحسين صورة الولايات المتحدة التي بدأت هي أيضا تشعر ببعض الفتور في علاقاتها بالقارة السمراء في الوقت الحالي مقارنة بالسابق. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، حول المقترح الأمريكي لإيجاد مقعدين دائمين لإفريقيا في مجلس الأمن الدولي وطبيعة هذين المقعدين وأبرز الدول المرشحة لهما في حالة جدية الطرح، نستعرض لكم فيما يلي تقريرا أوردته وكالة الأناضول التركية في 26 من سبتمبر الماضي تحت عنوان مقعدان دائمان لإفريقيا بمجلس الأمن، مقترح جدي أم مناورة أمريكية؟ نتابع سويا. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازيتنياتا زدالو نتا راديو. يقول التقرير: منذ سنوات تدعو دول عديدة إلى إصلاح هيكلة مجلس الأمن الدولي في ظل فشل آلياته الراهنة في ملفات عديدة تهدد السلم والأمن الدوليين. أحدث هذه الملفات هي الحرب التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ نحو عام، وخلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10,000 مفقود. في ظل هذه الحرب تصاعدت الانتقادات للأمم المتحدة والدعوات إلى إصلاح مجلس الأمن، فأعربت الولايات المتحدة عن دعمها لمقترح باستحداث مقعدين دائمين في مجلس الأمن للدول الإفريقية. ويتألف المجلس من 15 عضوا، هم 10 دول يتم انتخابها دوريا، و5 دول دائمة العضوية تمتلك سلطة النقض الفيتو، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا. والمجلس هو المؤسسة الوحيدة التي لها سلطة اتخاذ قرارات تلتزم بتنفيذها الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والبالغ عددها 193 دولة بموجب المادة 23 من ميثاق المنظمة الدولية. في 12 من سبتمبر أعلنت الولايات المتحدة أنها ستدعم إضافة مقعدين دائمين للدول الإفريقية في مجلس الأمن، وأول مقعد غير دائم للدول الجزرية الصغيرة. وتسعى واشنطن وفق تقارير إعلامية إلى إصلاح علاقاتها مع إفريقيا إثر تضرر صورتها جراء دعمها لإسرائيل في حربها على غزة، وكذلك إلى تعزيز العلاقات مع دول جزر المحيط الهادئ لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة. واعتبر خبير مغربي في حديث للأناضول أن مقترح واشنطن يهدف إلى منح المقعدين لدول إفريقية حليفة لتقوية النفوذ الأمريكي في سياق صراع مع قوى أخرى. بينما أشاد أكاديمي مغربي بالمقترح مشددا على أنه توجد دول إفريقية يمكن أن يكون لها حضور في المجلس مثل جنوب إفريقيا ومصر وأثيوبيا ونيجيريا والمغرب. ويرى الخبير المغربي في العلاقات الدولية محمد شقير بأن المقترح الأمريكي يأتي في سياق مطالب دول عديدة مثل البرازيل والهند بإصلاح مجلس الأمن، ورأى أن الولايات المتحدة تحاول تقوية نفوذها في القارة، خاصة بعد انسحاب فرنسا من مناطق عدة لا سيما في دول الساحل الإفريقي. وقال هنالك اهتمام من واشنطن بضمان وجود حلفاء في القارة، ولذلك فإن مقترح المقعدين يأتي في سياق الصراع بين الدول الكبرى، وواشنطن تريد استقطاب دول إفريقية لجانبها. ووصف شقير المقترح بالجدي، واعتبره بالرغم من أنه مقترح بدون الحق في الفيتو إلا أنه سيفيد إفريقيا، وأردف قائلا
بدلا من أن تنتظر دول القارة التداول في العضوية بين الدول، سيكون لها مقعدين، مما سيتيح لها التواجد بالمجلس، وأن إقرار هذا الاقتراح مرتبط بميزان القوة بين الدول القوية في ظل وجود مقترحات أخرى. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل اقتراح أمريكا مقعدين دائمين لإفريقيا جدي أم مناورة؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وفي معايير الاختيار، يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة شمال السيد محمد العمراني بوخبزة إن هذا المقترح جاء في سياق استبعاد إفريقيا سابقا من التمثيلية الدولية من جهة، وصعود قوى إفريقية من جهة ثانية. واعتبر بوخبزة في حديث للأناضول أن مقترح المقعدين مهم بالنظر إلى وجود دول إفريقية يمكن أن يكون لها حضور في مجلس الأمن، مثل جنوب إفريقيا ومصر وأثيوبيا ونيجيريا والمغرب. ولفت إلى وجود نقاش حول أن تحصل إفريقيا على مقعدين بدون فيتو أو مقعد واحد بحق الفيتو، ورجح على أن المقترح الأمريكي سيحاول التركيز على مجموعة من المعايير لاختيار من يشغل المقعدين، سواء ارتبطا بحجم الدول أو قوتها أو مدى قدرتها على تمثيل القارة. وشدد بوخبزة على أن قدرة الدولة على تمثيل القارة هو أحد أبرز المعايير، خاصة إذا كانت منخرطة في القضايا المرتبطة بالقارة. واعتبر أن المغرب استطاع أن يفرض نفسه كدولة صاعدة على المستوى القاري والدولي بفضل انخراطه في الملفات ذات الصلة بالأمم المتحدة. وتابع قائلا: المغرب موثوق في محاربته للإرهاب والاتجار بالبشر، ونظم مؤتمرات عديدة ذات صلة بهذا الأمر. واستطرد قائلا: المغرب ثاني أكبر مستثمر في القارة الإفريقية، ويحظى بدعم دولي وعلاقات قوية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. أما شقير فاعتبر أن الدول الإفريقية المرشحة لنيل المقعدين هي مصر وجنوب إفريقيا والمغرب ونيجيريا والجزائر، فهذه الدول قوية وفاعلة على المستوى القاري. ووفق دول عديدة، فإن الإصلاح المطلوب لا يقتصر فقط على أن يصبح المجلس أكثر تمثيلا للدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية، بل يشمل أيضا أساليب عمل المجلس واستعمال الفيتو والتفاعل بين المجلس وبقية الهيئات الأممية. وثمة مقترحات أخرى متداولة، بينها زيادة سلطة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقليل تأثير مجلس الأمن عبر إلغاء الفيتو تماما، واعتماد آلية لقبول مشاريع القرارات بأغلبية الثلثين. ولا بد أن هذه المقترحات ستخضع لنقاشات عديدة خلال اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت الثلاثاء وتستمر حتى 30 من سبتمبر. بيد أنه مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات أن المقترح كان يهدف إلى المناورة أكثر من الجدية، حيث لم تشهد أروقة الاجتماعات إدراجا لهذا المقترح للنقاش، مما يعني أن كل ما سبق لم يكن إلا سرابا تراءى للمتعطشين لتحقيق هذا الحلم الذي ظلت القارة الإفريقية تمني به نفسها في إطار إصلاح حقيقي لمؤسسات الأمم المتحدة. وكان هذا الاقتراح مناورة بامتياز لإسكات الأصوات المنادية بضرورة توقف الولايات المتحدة عن دعمها المطلق لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، ولم يكن ذلك رغبة حقيقية لإيجاد تفاعل وتوازن حقيقي لميزان القوى الدولية في المحفل الذي يسيطر الفيتو الأمريكي في تعطيل مرور أكثر قراراته. فمثل هذا الحق لم يفصل إلا ليلائم أجساد من فصل لهم دون غيرهم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الإمارات تتهم الجيش السوداني بقصف مقر سفيرها في الخرطوم، والجيش السوداني ينفي الاتهامات. تركيا تقول إنها ستواصل مساعيها لحل الخلاف الصومالي الأثيوبي. وسفينة تجارية تتعرض لاستهداف بطائرة مسيرة في البحر الأحمر. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله.
هذه إذاعة إرنا.